إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. دكتور محمد، المسلمون يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون القرب منه، ويتمنون رفقته في الجنة في يوم القيامة. أستاذنا، فما حقيقة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما السبيل للفوز بهذه المنزلة؟ دكتور محمد، نرجو البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، من أهم المعاني التي شغل بها المسلمون معنى القرب من نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. كان هذا مطلبا صريحا أعلنوه، وفاضت به عبارات الوجد والحب من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإحساسهم العميق بفضل القرب من هذا النبي العظيم الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما كان من ربيعة بن كعب الأسلمي، صحابي من أهل الصفة، لا أهل له ولا مال ولا سكن، أحب أن يتقرب إلى نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، فجهز له ماء وضوئه ليلا ليقوم الليل. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يكافئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: سلني. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني سل كما يسأل الناس، سل حاجتك، سل كسوة، سل مالا، سل زوجة، سل سكنا. فقال ربيعة: بل هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، إن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم وصف لربيعة ولكل محب صادق الأسباب التي يتأتى بها تحصيل رفقة نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. والمراد بالسجود هنا معناه الواسع الممتد الذي يشمل كل الأقوال والأفعال، هو رمز للقرب هنا، لا يتوقف ولا يقتصر على سجود الجبهة على الأرض فقط. فإذا ما تحقق العبد بمعاني السجود تحقق له القرب، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقمة الخشوع والخضوع يقابلها أقرب القرب من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر لنا من هذا أن القرب قرب طاعة، قرب تقوى، قرب قلوب وأرواح، ولا يضر هذا إن تباعدت الأجساد في الأمكنة أو الأزمنة. فهذا أويس القرني
تباعد به الزمان والمكان عن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان قريبا بقلبه وبإيمانه وبصلاحه للدرجة التي يأمر فيها نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، يأمر سيدنا عمر وهو من هو أن يسأل أويسا القرني أن يستغفر له إذا التقى به، وفعل سيدنا عمر ذلك امتثالا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى النقيض من ذلك فهناك من الناس من كان قريبا من رسول الله بجسده زمانا ومكانا، لكنه كان بعيدا عن النبي بقلبه، لم يؤمن، فأبعده الله تعالى عن رحمة هذا النبي الكريم. وأكد نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم في العديد من أحاديث السنة المطهرة أن القرب مقترن بالإيمان والطاعة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي المقابل تؤكد السنة المطهرة أن المعاصي والذنوب مقرونة بالبعد والطرد. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الصرصارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الصرصارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم أن الملائكة سوف تطرد أناسا عن الحوض لأنهم ابتدعوا في دين الله تعالى ما ليس فيه. وعلى الإجمال يقول ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. القرب قرب طاعة وليس قرب مكان ولا زمان. هذا وبالله التوفيق. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم